السلام عليكم، اهلا بكم في قناة تحليلاتكم. تصريحات خطيرة طبعا من ديفيد بيكهام الاسطورة الهولندية المعروفة طبعا، مالك وصاحب نادي انتر ميامي، بعد التعادل السلبي امبارح مع النادي الاهلي طبعا في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية. اقول لكم التفاصيل في البداية. اعملوا اعجاب للفيديو واشتراك في القناة وفعلوا الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. طبعا تصريحات مهمة وخطيرة من ديفيد بيكهام زي ما قلنا الأسطورة الهولندية عن النادي الأهلي بعد التعادل السلبي امبارح مع انتر ميامي. طبعا صرح الراجل ده تصريحات مهمة وأشاد بالنادي الأهلي. قال لك إيه؟ قال لك أعلم جيدا أن الكرة اتطورت في العالم، ولكن تفاجأت حقيقة بمستوى النادي الأهلي، ولم أعلم أن في فريق متطور جدا في أفريقيا بمثل النادي الأهلي. كان يستحق طبعا الفوز على انتر ميامي رغم المحاولات على استحياء من ميسي وزملائه داخل الملعب، ولكن استحقوا الفوز، ولكن التعادل يعني ما كانش في صالح النادي الاهلي. عامة لو ارشح فريق يصعد عن المجموعة دي لدور ال16 فاتمنى النادي الاهلي المصري يكون ممثل لهذه المجموعة على المستوى والاداء الرائع جدا اللي اداه في مباراة طبعا انتر ميامي، وبالتحديد في الشوط الاول كان يستحق ان هم على الاقل يطلع الشوط الاول ب3 أهداف مقابل لا شيء، ولكن مستوى ميسي وزملائه في الشوط الثاني كان لهم الأفضلية، والنتيجة يعتبر في النهاية بشكل عام نتيجة عادلة. ولكن حقيقة تفاجأت بمستوى النادي الأهلي، ويستحق بجدارة الفريق ده يصعد لدور المجموعات أو لدور ال16 طبعا للمرحلة المقبلة من بطولة كأس العالم. حقيقة دي يا جماعة إشادة كبيرة جدا من راجل زي ديفيد بيكهام الأسطورة الهولندية اللي كلنا عارفينه، خاصة ان هو دلوقتي رشح لك النادي الاهلي على حساب طبعا فريقه واللي هو صاحبه طبعا وملكه اللي هو انتر ميامي. دي اشادة جميلة جدا. كلنا شفنا طبعا الاداء العظمة اللي عمل النادي الاهلي في المباراة الافتتاحية رغم الفرص الضيعة الكثيرة اللي ضيعها النادي الاهلي. حدث ولا حرج، امام عاشور ضيع، وسام ابو علي ضيع، احمد سيد زيزو ضيع، حمدي فتحي ضيع، عندك تريزيجيه ضيع، بغض النظر عن ضربة الجزاء اللي ضيعها تريزيجيه بطريقة غريبة جدا. معقولة اصلا في ترتيب ضربات الجزاء في النادي الاهلي محطوط وسام ابو علي الاول وبعديها احمد سيد زيزو وبعديه تريزيجيه؟ معرفش ساب الاول وساب الثاني وشاتها اللي هو كان في المركز الثالث تريزيجيه، مع ان خوسيه ريفيرو ده المفروض كان تدخل في الوقت المناسب يعني وقال له ان ما تشوتش انت ضربه الجزاء، خلي مثلا احمد سيد زيزو يشوتها او وسام ابو علي، كان زماننا دلوقتي خدنا 3 نقاط وبقى مرحله الصعود او موضوع الصعود بقى اسهل جدا. لسه هنلعب بالميراس اصعب من انتر ميامي، ايضا بورتو البرتغال اصعب من انتر ميامي واصعب من بالميراس. يعني دلوقتي الدنيا صعبت على النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله الاهلي قدها ويقدر يعمل حاجه، ما نبقاش زي المنتخب المصري بتاع ماتش روسيا مضمون والسعوديه مضمون وفي الاخر طلعنا حصلت المجموعه. ربنا يستر بس ما نبقاش زي منتخب مصر في بطوله روسيا. طبعا ده مضمون، وماتش السعوديه مضمون، وفي الاخر طلعنا حصلت المجموعه. ما يبقاش الاهلي زيهم باذن الله، ونعمل نتيجه جيده في مباراه بالميراس وبورتو البرتغال. عامة دي تصريحات خطيرة ومفيدة جدا وإشادة كبيرة من ديفيد بيكهام للنادي الأهلي في مباراة الافتتاح. ما تنسوش في النهاية يا جماعة الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على إشعارات الكل. كان معكم قناة تحليلاتكم، سلام عليكم.